ما رايح نبخل عليكم بحتى سر من اسرار الصابلي، كيفاش ما يتكمش في الفور، كيفاش يلصق عليه السكر، وحتى كيفاش تحتفظوا به. ديروا جيم وابوني ويا نبداو كيف واش ليكيب. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. بسم الله. في ريسيبيون تاعي درت 250 غرام تاع مارغرين، معاها كاس تاع سكر ناعم، نص كاس تاع زيت، ورايح نعطرها بلا فاني تاع سهام اللي حتمد لكم واحد الريحه بزاف هايله في الكاطو تاعكم. نخلط هاد المكونات كامل بالخلاط الكهربائي حتى يبيض الخليط. من بعد نروحوا نضيفوا البيض تاعي اللي عندي زوج صفار وحبه كومبلي، نضيفهم بالتدريج. نزيد نص كاس تاع مايزينا، كيس تاع خميره كيميائيه، ونبدا نطم الفارينه خدت لي حوالي ربع كيسان هكذاك. نتوما ديروا 3 كيسان وربع، ضيفوه بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه نوعا ما. خلوها تريح 10 دقائق وتبداو تخدموا. انا نحب نخدم هكذا فوق بابي كويسون، ونرشو غير بشويه تاع الفارينه. نفتح العجينه تاعي رقيقه، من بعد كي نطبع السر باش ما تكمش لكمش، تدخلوا الطابع وتعاودوا تخرجوه، ما تقعدوش تهزوا فيه اكوش دروا. انا درت زوج اشكال، درت هذا تاع زمان اللي ما نستغناش عليه في العيد، ودرت هذا طابع جديد شريته هكذا ودخلتهم طابو كي حماروا من تحت. زدت حمرتهم شويه من الفوق، وشوفوا كيفاش حافظوا على الشكل تاعهم مالغري يكون فيهم كيس تاع خميره كيميائيه. والسر باش يلصق عليهم السكر، تاخذوا الناباج تاعكم، انا حنستعمل هذا الناباج تاع سهام، دهنوا كوش رقيقه من الفوق وتروحوا ترشوا عليه سكر ناعم. وشوفوا كيما ديروا له ما راحش يحبط. شوفوا انا هنا قلبت الحبه قدامكم وقعد هكاك لاصق فيها هذاك سكر كلاص. وطريقه الاحتفاظ ديروهم في علبه مغلقه الاحكام، يكونوا ماشي ملاصقين يعني، ودخلوهم للثلاجه حيشدوا لكم 15 يوم. نهار تحبوا تجبدوهم ولصقوهم يقعدوا جدد.